هتعمل فلوس، والله هتعملوا فلوس، بس على لونج تيرم. انا سنه 2001 كنت متخرج من الجامعه الامريكيه سنه 97. احنا زملاء. واتخرجت ايكونومكس وبتاع. انا 2001 لما اشتغلت سمسار وكنت مش فاهم اي حاجه عن الشغلانه دي او المهنه دي او اي حاجه. كنت بونبونايه الدفعه. تعرف احنا المصريين بنحب ننكد دايما ودمنا خفيف، فبناني تحت الشمسيه، بناني بالجلابيه، بناني تحت الكوبري. وانا اقول لهم ماشي يا عم، انا سمسار وانا مبسوط ان انا سمسار وانا معتز ان انا سمسار. فانا خدت الفيري لو ترند، يعني انا خدتها من تحت خالص. والحمد لله الواحد تعب واجتهد وانا شفتها وقريتها من دي وان ان القصه دي هي سمعه. يا جماعه كلنا بنشتغل على سمعه الاخرون. يعني كل بيت في مصر عنده مكواجي العيله، وعنده سمكري العيله، وعنده دكتور العيله، وعنده محامي العيله، وعنده سمسار العيله. فيا جماعه ارجوكم افهموا الكلام ده. هتعمل فلوس، والله هتعملوا فلوس، بس على لونج تيرم. صح. ما تستعجلش. انت النهارده اسمك اهم بكتير في المهنه. ما هو ياما في دكاتره شمال وفي دكاتره يمين، وياما في مهندسين يمين ومحامي. كل المهن فيها كده فيها كده. طب ده فين النهارده وده فين النهارده؟ اديك مثل اللي هو اللي قلته لك من شويه. خش عياده دكتور اسمه معروف، مش هتعرف تخش العياده. صح. ويقول لك ده تشوف الدكتور ده يعمل فلوس قد ايه، شوف كميه. يا عم الراجل ده انت تعرف هو تعب قد ايه؟ والراجل ده ابتدى يعمل فلوس وعنده 50 سنه. صح.